سمعتوا على موضوع يني كيفان اللي صار قبل كم يوم؟ سمع الموضوع هذا قبل يومين ثلاث تقريبا. كان في وحدة بتروح الجمعية، أمورها طيبة وتشتري أغراض إلى آخره. المهم حطت الأغراض بالسلة، بتروح تحاسب. كان في وحدة قدامها مرة كبيرة بالعمر، باين عليها ناسية فلوسها أو جنطتها أو شنو ما كان. تحاول تدور، فقالت البنت الصغيرة، قالت لها البنت اللي أصغر منها طبعا أنا أقصد، قالت خلاص يبا خالتي أنا اللي أدفع. لا ما بعرف إيش، لا ما يخالف الموضوع علي. ففعلا دفعت لها الأغراض، حطت الأغراض بالسلة، مشكور يعطيك العافية. البنت تبي تدفع تبي تطلع، شافت المرة الكبيرة ناطرة برا. خالتي ايش فيك واقفة برا؟ قالت أنا ناطرة أحد ياخذني بس الظاهر مشغولين. قالت يبا أنا اللي أوديك، وين ساكنة؟ أنا والله ساكنة بالفريج. أوه والله يم فريجنا ماكو مشكلة أنا أوديك. ففعلا راحت ودتها، صوتت عند بيت وايد قديم، نزلت وراحت البيت من غير ما تاخذ الأغراض. دق لها هرن خالتي لو سمحت يا أغراضك، دشت داخل البيت. المهم وهي ناطرة وتدقدق هرنات، طلع جارهم. خير امر ايش فيك؟ ايش اللي حاصل معك؟ والله الحجية شرت الأغراض وحطت الأغراض بالسيارة ونسيت تاخذهم وحاول يعني إن بس أنبهها. توقعون شنو قال؟ أصلا ما في حد ساكن هني، ما في حد ساكن. البيت هذا صار له يمكن أكثر من 15 سنة ما حد داري عنه. شلون يعني؟ واللي تو هذه اللي جت وراحت والأغراض اللي ورا. لحظة أوريك إياهم. بطلت الدبة توريها الأغراض، توريه الأغراض ولا كله سكاكين؟ كله سكاكين. لحظة شنو الموضوع السكاكين دقين هرنات؟ يبا والله العظيم كان في مرة وانا وياها يبا تدري شلون هذه الجمعية خل نروح. وفعلا نروح على موضوع السكيورتي الكاميرات، كلمت السكيورتي هذا، كلمت الجمعية وبطلوا السكيورتي. البنت كانت طول الوقت بروحها، ما كان في عيوز ولا كان في اي شيء، كانت تتكلم نفسها. هذا الموضوع صار من كم يوم. المهم اللي عرف رقم شيخ او روحاني خليه يتصل عليه، على اساس ان اللي مصدق هالموضوع هذا يحتاج له يعني علاج. سلام.